بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي الكرام أينما كنتم وأنتم تتابعون فقرات وبرامج قناة سلام الإعلامية المباركة. أحييكم تحية الإسلام وأرجو لكم أينما كنتم الخير والصلاح وما يفيدنا جميعا. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. في هذه الحلقة الجديدة، البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم دوما، اليوم سأتحدث، ارتأيت فائدة نحوية وفائدة لغوية، أن نتحدث عن أسلوب الشرط في اللغة العربية. وأسلوب الشرط في اللغة العربية لا تختص به أو لا تنفرد به لغتنا الجميلة، لغة القرآن الكريم لوحدها، ففي كثير من اللغات موجودة، حتى في اللغات العامية أو في اللهجات بما فيها اللغات الأخرى العالمية، لكنها قطعا ليست كما هي في اللغة العربية، وسنرى ذلك. وأسلوب الشرط يقف على شيئين: أسلوب الشرط يعني يربط بين حدثين يتوقف ثانيهما على الأول، الثاني يتوقف على الأول. بمعنى تقول: إن تدرس تنجح في الامتحان. إن تدرس تنجح في الامتحان، فعل الشرط وجوابه. وجملة الشرط تتكون من جملتين، تسمى الأولى جملة فعل الشرط، وتسمى الثانية جملة جواب الشرط. وهناك أدوات جزم معروفة، منها إن وإذ ما ومن وما ومهما ومتى وأيان وأن وأين وحيثما وكيفما وأي. فيما يتعلق بحرف الشرط إن وإذ ما، كقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، ونحو إذ ما تجتهد تنل جائزة. إن حرف شرط جازم يفيد تعليق الشرط بالجواب فقط، ولحرف الشرط إن استعمالات كثيرة. واحد، غير أنه قد يأتي بعدها اسم، نحو إن محمد تأخر فعاقبه. وفي الإعراب نقول: إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. محمد فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المتأخر، والتقدير: إن تأخر محمد فعاقبه. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وفي أداة الشرط إما، فأصلها إن الشرطية مدغمة مع ما الزائدة، نحو إما يفز محمد فأعطه جائزة. وقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، الآية. إلا أصلها إن الشرطية مدغمة في لا النافية، نحو إلا تحضر الامتحان ترسب. ومنه قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي إذ ما حرف شرط جازم، نحو إذ ما تكتم الأسرار يتقي الناس بك. وفيما يتعلق بأسماء الشرط، منها من اسم شرط للعاقل، تربط بين فعل الشرط وجوابه بذات واحدة عاقلة، نحو من يحفظ القصيدة ينل درجة.
وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما أداة الجزم. ما اسم شرط لغير العاقل، لكنه يربط جملتي الشرط بذات واحدة غير عاقلة، نحو: ما تفعل من شيء يعلمه الله. وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. مهما اسم شرط مبهم يربط بين فعل الشرط وجوابه بذات واحدة مبهمة، وإبهامه يجعله لغير العاقل، نحو: مهما تبذلوا في العمل من جهد فلن تنجزوه اليوم. وقوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقول زهير ابن أبي سلمى: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. متى اسم شرط جازم يفيد الزمان، فهي تربط الجواب والشرط بزمن واحد، نحو: متى تخلص في عملك أو في عملك تنل رضا الله. ومنه: أنا ابن جل وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. أو في قراءة البعض: أنا ابن جل وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. 5. أيان اسم شرط للزمان المستقبل، نحو: أيان تطع الله يساعدك. 6. أن اسم شرط يفيد المكان، يربط الشرط والجواب بمكان واحد، نحو: أن تدعو الله تجده سميعا. ونحو أن تأتي رجلا كريما. رقم 7. أين، فهو اسم شرط للمكان. أين تسقط الأمطار تخضر المراعي. ويكثر اقتران أين بما الزائدة بحيث تصبح معها كالكلمة الواحدة، نحو قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. 8. حيثما اسم شرط للمكان، نحو: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا. وحيثما تذهب تجد أصدقاء. ويشترط في حيث لعمل الجزم أن تتصل بما الزائدة، وبدون ما تكون حيث ظرفا مكانيا غير جازم. أما كيفما فهو اسم شرط يدل على الحال، ويشترط في عملها أن تقترن بما الزائدة كما هو الحال في حيثما وإذما. أما ما يتعلق بأي، فأي اسم شرط معرب مضاف لما بعدها من الأسماء المفردة، نحو: أي مال تدخره في صغرك ينفعك في الكبر. ومنه قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وتضاف إلى غير العاقل، نحو: أي كتاب تقرأه ينم ثقافتك. وتضاف إلى المصدر فتعرب مفعولا مطلقا، نحو: أي ادخار تدخره يدعم مستقبلك. وتضاف إلى الزمان أو المكان فتعرب مفعولا فيه، نحو: أي ساعة تحضر تجدني في انتظارك. اقتران جواب الشرط بالفاء
واحد، قد يأتي فعل الشرط مضارعا وجوابه مضارعا، نحو من يدرس ينجح، ومنه قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. ثانيا، وقد يأتي فعل الشرط مضارعا وفعله ماضيا، نحو قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما. ثلاثة، وقد يأتي فعل الشرط ماضيا وجوابه ماضيا، ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقوله تعالى إن شاء جعل لكم خيرا. أربعة، وقد يأتي فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا، نحو حيثما أقمت تجد أصدقائك، ومنه قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم. أن جواب الشرط قد جاء أفعالا إما مضارعة وإما ماضية، وأن هذه الأفعال تصلح دائما أن تكون جوابا للشرط للأسباب التالية: لم تكن أفعالا منفية بما أو لن، لم تكن أفعالا مسبوقة ببعض الحرف أو الحروف التي تخرجها عن مجال عملها الصحيح كالسين وسوف ولن. خمسة، لم تكن جملا اسمية. اقتران جواب الشرط بالفاء بعد أن عرفنا متى يكون جواب الشرط صالحا للشرط ومتى لا يكون صالحا له، وعندما لا يكون جواب الشرط صالحا لأن يكون جوابا للشرط وتدخل عليه الأداة وتجزمه، يجب اقترانه بالفاء ما عدا الأفعال الماضية التي لم يرد ذكرها في القائمة السابقة، وحينئذ تكون جملة جواب الشرط بما فيها الفاء، أي بما فيها الفاء في محل جزم بأداة الشرط الجازمة، والفاء حرف يدل على السببية ووظيفتها الربط بين الشرط وجوابه. وإليكم مشاهدي الكرام بعض الأمثلة على اقتران جواب الشرط بالفاء. واحد، يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، نحو إن تدرس فالنجاح حليفك، وقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. ثانيا، إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها جامد مثل نعم وبئس وعسى وليس، نحو قوله تعالى فإن أكرمتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، أو عفوا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، وقوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثلاثة، إذا كان الجواب جملة فعلية طلبية أمرا أو نهيا أو استفهاما، نحو متى تقرأ القرآن فاقرأه بتدبر، ونحو إن ترد الأجر فلا تهمل العمل، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ومثال النهي من يتوانى عن فعل الخير فلا تنتظر له نجاحا، ومنه قوله تعالى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ومثال الاستفهام متى تسافر فهل تأخذ معك متاعا، ومنه قوله تعالى وإن يخذلكم
فمن ذا الذي ينصركم من بعده. رابعا، إذا كان جواب الشرط جملة فعلية أو جملة فعلية نعم فعلها منفي بما أو لن أو لا، نحو من يرد أن يتعرف على الدين فلا يعوزه الدليل. ومنه قوله تعالى: إن توليتم فما سألتكم من أجر. ونحو من يعتذر فلن نقبل عذره. ومنه قوله تعالى: ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دوني. وقوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خامسا، إذا كان الجواب جملة فعلية مسبوقة بقد أو السين أو سوف، نحو من يتفوق فقد يفوز بالجائزة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومثال السين: من يفعل الخير فسيجده عند الله. ومنه قوله تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومثال سوف: متى تفز فسوف تنال جائزة. فوائد وتنبيهات: 1. يجب أن تكون جملة فعل الشرط جملة فعلية، ولا يصح أن تكون غير ذلك، نحو من يفعل، إن تدرس، ما تفعل، متى تسافر، أين تقم، وهكذا. أما جملة جواب الشرط فالصحيح أن تكون فعلية، ولكنها قد تأتي جملة اسمية، وعندئذ لا تصلح أن تكون جوابا للشرط واقعا عليها عمل الأداء، بل تكون الجملة والفاء المقترن بها في محل جزم جوابا للشرط. 2. إذا جاء فعل الشرط أو جوابه ماضيا فإن عمل أداة الشرط لا تقع عليه مباشرة كما هو الحال في جواب الشرط للجملة الاسمية، ولكن العمل أي عمل الأداة فيه يكون تقديريا، أي تكون جملة جواب الشرط في محل جزم. 3. إذا جاء بعد جواب الشرط المجزوم فعل مضارع مقرون بالفاء أو مسبوق بالواو، جاز فيه الجزم عطفا على الجواب، وجاز فيه الرفع على الاستئناف، كما جاز فيه النصب على إضمار أن المصدرية الناصبة، نحو إن تدرس جيدا تنجح في الامتحان فيفرح بك والدك. فيجوز في فيفرح الأوجه الثلاثة: فيفرح، فيفرح، فيفرح. ومنه قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ومثال العطف بالواو: متى تحضر نكرمك، وتقم عندنا يوما أو بعض يوم. ويقال هذا في الفعل المضارع المتوسط بين الشرط وجوابه واتصلت به الفاء أو الواو، نحو من يجتهد فيسر به والده ينجح، أو من يجتهد ويسر به والده ينجح. فيجوز في الفعل فيسر فيسر الجزم عطفا على فعل الشرط أو النصب بالمصدرية المضمرة، أي بأن المصدرية المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، أو الرفع على الاستئناف كما أوضحنا. ويجوز أن تحل إذا الفجائية محل فاء السببية في الربط بين جملتي فعل الشرط وجوابه، ولا يتأتى ذلك
إلا بالشروط الآتية: ألف، أن يكون جواب الشرط جملة اسمية. ب، أن لا تكون الجملة الاسمية منفية أو مؤكدة بأن المشبهة بالفعل. ومثال حلول إذا الفجائية محل الفاء قوله تعالى: فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إلى آخر الآية. ومنه قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فجواب الشرط في الشواهد السابقة عبارة عن جملة اسمية غير منفية، ولم تسبقها أن المشبهة بالفعل، لذلك جاز أن تحل إذا الفجائية محل الفاء. لقد ذكر كثير من النحاة أن كيف أداة شرط جازمة بشرط اقترانها بما الزائد، وقد ذكرها البعض بأنها شرطية غير جازمة، ويأتي الفعل بعدها مرفوعا شرطا وجوابا إذا كان مضارعا. ولكن أكثر كتب النحو القديمة لم تذكر أن كيف، سواء اتصلت بها ما أو لم تتصل، أنها من أدوات الشرط مطلقا جازمة أو غير جازمة. لم يحسبوا كيف أداة شرط جازمة. الكوفيون يجيزون جزم الشرط والجواب بكيف وكيفما قياسا، ولا يجيزه البصريون إلا شذوذا. الكوفيون والبصريون مدرستان لغويتان مشهورتان، وكثير من الناس يؤكدون على أن البصريون يعني يأخذون بالبصريين أكثر من الكوفيين، ولكنها كلها مدارس لغوية. يقول سيبويه وكثير آخرون: يجاز بها معنى لا عمل، ويجب أن يكون فعليها منفيا لفظا ومعنى، نحو كيف تصنع أصنع، ولا يجوز كيف تجلس أذهب باتفاق. ويستطرد سيبويه فيقول: سألت الخليل عن قوله كيف تصنع أصنع بجزم الفعلين، كيف تصنع أصنع، فقال: هي مستكرهة وليس من حروف الجزاء، مخرجها مخرج المجازاة، يعني في نحو قولهم كيف تكون أكون، لأن فيها معنى العموم الذي يعتبر في كلمات الشرط. مشاهدي الكرام، نتوقف قليلا ونعود لنكمل معكم هذه الحلقة، وخصصتها للشرط، فعل الشرط وجواب الشرط وأدوات الشرط والمسائل التي ذكرناها آنفا. أعود إليكم بعد لحظات، فكونوا معنا سادة المشاهدين. المشاهدون الكرام، تحية طيبة مباركة. أعود إليكم لنكمل معكم ما بدأناه من حديث عن أدوات الشرط في اللغة العربية، أدوات الشرط الجازمة في اللغة العربية. فإن عدتم إلينا ها نحن قد عدنا إليكم. وليس كل أدوات الشرط هي جازمة عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، فهنالك جملة من أدوات الشرط غير الجازمة، منها لو. يقول النحاة: لو حرف شرط يربط بين جملتي الشرط والجواب، ويفيد امتناع الامتناع، أي امتناع الامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، نحو لو درست جيدا لنجحت في الامتحان، ولو بكرت في الحضور ما عاقبناك. قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى: لو شاء الله ما أشركنا، لولا رجاء الظالمين لما أبقت نواهم لنا روحا ولا جسدا. وتأتي لو الشرطية بمعنى إن الشرطية، ولكنها غير جازمة، فيليها فعل مضارع دال على الاستقبال، كقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، إلى آخر الآية. وقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقوله تعالى: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. وفي مجيء الاسم بعد لو خلاف، لأن بعض النحويين يقول لا يلي لو الشرطية إلا فعل ظاهر، ومجيء الفعل مضمرا بعدها ضرورة شعرية كما في البيت السابق. وقد تأتي أن المشبهة بالفعل بعد لو، وللنحاة في إعرابها وجوه، أعربها سيبويه في محل رفع مبتدأ حذف خبره. وقوله تعالى: ولو أنهم صبروا. وقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. لولا حرف شرط يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، أي امتناع لوجود، ويليها دائما اسم مرفوع يعرب مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، نحو: لولا الله لوقع حادث أليم، ولولا والدك ما حضرت. قوله تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أيضا لو ما حرف شرط يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، أي امتناع لوجود، نحو: لو ما الكتابة لضاع معظم العلوم، ونحو: لو ما الشوق لم أكتب إليك. وكذلك إذا أداة شرط لما يستقبل من الزمان تفيد الربط بين جملة الشرط وجوابه، ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مقدرا. إذا حضر الماء بطل التيمم. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وماذا عن أما أداة شرط تفيد تفصيل الجمل وتوكيدها، وتطلب جوابا لنيابتها عن أداة الشرط مهما، وفعلها وتلزم الفاء جوابها، ولا يليها إلا اسم سواء كان مبتدأ، نحو: أما علي فمجد، وأما أحمد فمؤدب. وقوله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. أو خبرا نحو: أما حاضر فمحمد. أو مفعولا به تقدم على فعله نحو: أما المجتهد فيكافأ، وأما المهمل فيعاقب. ومنه قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أو جارا ومجرورا نحو: أما لفعل الخير فنعم، وأما لغيره فلا أفعل. ومنه قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. لما أداة شرط تفيد التعليق، وتختص بالدخول على الأفعال الماضية، نحو: لما حضرت والدي الوفاء أوصاني بتقوى الله.
لما حضرت والدي الوفاة أوصاني بتقوى الله. وقوله تعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم. كلما أداة شرط الظرف الزماني في محل نصب تفيد التكرار، ولا يليها إلا الماضي شرطا وجوابا، والعامل فيها جوابها، نحو: كلما سألني المعلم أجبته على سؤالي. ومنه قوله تعالى: كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها، أو كلما ألقي فيها فوج، عفوا أعيد الآية: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. وقوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وجوب حذف جواب الشرط. يجب حذف جواب الشرط في المواضع التالية: 1. إذا كان جواب الشرط ماضيا واكتنفه ما يدل على الجواب المحذوف، نحو: أنت إن كتبت الدرس مجتهد. التقدير: إن كتبت الدرس فأنت مجتهد. فوجب حذف جواب الشرط لدلالة الضمير المنفصل أنت عليه، ولكونه جاء سابقا لفعل الشرط الدال على الزمن الماضي. وماذا عن اقتران جواب الشرط بالفاء؟ عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هنالك جملة حالات، منها قد يأتي فعل الشرط مضارعا وجوابه مضارعا، نحو: من يدرس ينجح. ومنه قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثانيا، قد يأتي فعل الشرط ماضيا وجوابه ماضيا، منه قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقوله تعالى: إن شاء جعل لكم خيرا. أيضا قد يأتي فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا، نحو: حيثما أقمت تجد أصدقاء. ومنه قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إن جواب الشرط قد جاء أفعالا إما مضارعة أو ماضية، وأن هذه الأفعال تصلح دائما أن تكون جوابا للشرط للأسباب التالية: يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، نحو: إن تدرس فالنجاح حليفك. ومنه قوله تعالى: من يهده الله فهو المهتدي. وقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقوله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها جامد، والفعل جامد هو ما كان دائما على صورة الماضي، فلا يؤخذ منه مضارعا ولا أمرا، ومنه نعم وبئس وعسى وليس، نحو أن تحضر فنعم بحضورك. مشاهدي الكرام، نواصل معكم هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. يقول النحاة: أما يفيد التفصيل، أي تفصيل كلام مجمل وبيان أقسامه. وتلاحظ أن أما تحمل معنى الشرط، وهي تطلب جوابا لنيابتها عن أداة الشرط مهما وفعله، ولا يأتي أما فعل وإنما يليها الاسم، سواء كان مبتدأ نحو أما مذاقه وأما وجهه، أو مفعولا به نحو أما اليتيم، أو جارا ومجرور نحو وأما بنعمتي. لو حرف امتناع لامتناع،
معنى ذلك أن الجواب امتنع لامتناع الشرط، فقولي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير معناها أن الاستكثار من الخير والأعمال الصالحة امتنع لامتناع علمه بالغيب. أعد نظرا في المثالين السابقين نحو جواب لو في المثال الأول، وهو استكثرت جاء مقترنا باللام، وذلك لأن الفعل ماضي مثبت، وفي المثال الثاني هو ما فعلوه جاء مجردا من الكلام، وذلك أن الفعل ماضي منفي، إذا وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، وتكون مضافة لجملة بإضافة. أما كلما تفيد التكرار والاستمرار، وهي منصوبة على الظرف الزمانية أي الظرفية الزمانية، ولا يلي كلما إلا الفعل الماضي. لولا ولوما يفيدان الشرط، وهما حرف امتناع لوجود، ومعنى ذلك أن جوابهما امتنع لوجود الشرط. فإذا قلت لولا التاريخ لذهب كثير من أخبار الأقدمين، فمعنى هذه العبارة أنه امتنع ذهاب كثير من أخبار الأقدمين لوجود التاريخ. وإذا قلت لوم الكتابة لضاع معظم العلم، فمعنى هذه العبارة إن ضياع العلم امتنع لوجود الكتابة. ولولا ولوما مختصان بالأسماء، ويليهما دائما اسم مرفوع يقع مبتدأ وخبره محذوف وجوبا. أما جوابهما فمثل جواب لو يقترن باللام إذا كان ماضيا مثبتا، ويتجرد منها إذا كان ماضيا منفيا. إليك الآن القاعدة. أدوات الشرط التي لا تجزم هي أما، وهي حرف يحمل معنى الشرط ويفيد التفصيل غالبا، وهي تطلب جوابا لنيابتها عن أداة الشرط مهما وفعله، وتلزم الفاء جوابها، ولا يليها إلا الاسم سواء كان مبتدأ أو مفعولا به أو جارا أو مجرورا. ثانيا لو هي حرف يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، وجوابها إذا كان ماضيا مثبتا اقترن باللام، وإذا كان منفيا تجرد منها. ثالثا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مقدرا. رابعا كلما ظرف يفيد التكرار، وهي منصوبة على الظرفية الزمانية بجوابها، ولا يليها إلا الفعل الماضي. خامسا وسادسا لولا ولوما، وهما حرفان يفيدان امتناع الجواب لوجود الشرط، ويليهما دائما اسم مرفوع يعرب مبتدأ وخبره محذوف وجوبا. أما جوابهما فمثل جواب لو يقترن باللام إذا كان ماضيا مثبتا، ويتجرد منها إذا كان منفيا. وجميع هذه الأدوات لا تجزم، وإنما تفيد ارتباط شيء بشيء آخر فقط. إليكم الآن بعض التمرينات التي تبين في العبارات التالية أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة وفعل الشرط وجوابه. حاولوا هذه التمرينات، وإن كانت صعبة على الشاشة، لكنكم استمعوا إليها وحاولوا تضعوها هل هي أدوات شرط جازمة أو غير جازمة. على سبيل المثال في قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وقوله تعالى
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كذلك فإن تدن مني تدن منك مودة. خامسا، إذا أحب الله عبدا حببه إلى الناس. سادسا، لو سبق القدر شيء لسبقته العين. سابعا، لو جمعت الخيل في صعيد واحد ما سبقها إلا أشقر. ثامنا، كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذا في القرآن الكريم. وقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. عاشرا، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الآن سيداتي سادتي نقرأ عليكم كذلك بعض القواعد والتي ستلاحظونها من أفصح المتحدثين بعد القرآن الكريم والمصطفى صلى الله عليه وسلم. يأتي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة، ودائما الناس يستشهدون بخطبه. خطب علي بن أبي طالب في المسلمين يستنفرهم لقتال، فقال: أما بعد فإن لي عليكم حقا وإن لكم علي حقا، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا. وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة لي في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم. قال معاوية لابنه يزيد: يا بني، إني قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مضى لحاجته وتوضأ أصب الماء على يديه، فنظر إلى قميص قد انحرف عن عاتقي فقال لي: يا معاوية، ألا أكسوك قميصا؟ قلت: بلى. فكساني قميصا لم ألبسه إلا لبسة واحدة وهو عندي. ونتحدث الآن عن أسلوب الشرط. قد يكون تحديد عنوان البحث أحد الأسباب التي دفعتني كما يقول الكاتب إلى الكتابة فيه، فما زلنا نختلف على تسميته. هل هو أسلوب الشرط أم جملة الشرط؟ وقد يكون الأسلوب هو الأكثر صحة أو الأكثر استعمالا، لأن الكثيرين لا يزالون يتبعون تقسيم الجملة إلى قسمين: اسمية وفعلية، ويرفضون أن يكون هناك جملتان أخريان: الظرفية والشرطية. وقد يكون كثرة الأحكام والآراء هو السبب الثاني، وقد يكون الخلاف بين العلماء في جوانب متعددة من البحث هو السبب الثالث. وما إن بدأت الكتابة حتى وجدت أن هذه الأسباب جميعا وغيرها هي ما دفعني إلى الكتابة في الشرط أسلوبا وجملة. وحاولت بداية أن أصل إلى تسمية البحث، فكان عندي رأيان أجدهما صحيحين ولا فرق بينهما، وإن كان الأسلوب سيغلب لأن فيه جملتين: فعل الشرط وجوابه.
أقول في توزيع الجملة الشرطية وإليك الدليل. جاء في مغني اللبيب لابن هاشم الجمل اسمية وفعلية وظرفية، وعرف الظرفية بأنها المصدرة بظرف أو جار ومجرور، وأضاف وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية والصواب أنها من قبيل الفعلية. ثم يقول: ومرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف، فكيف أعد الجملة ظرفية ما دام لا اعتبار للظرفية والحرف؟ ففي قولنا أعندك زيد أليست اسمية، إذ لم نعتبر الهمزة على رأي ابن هشام نفسه، فتعليق شبه الجملة فيما يتم معناها أو يتمم معناها هو الذي يحدد الجملة الفعلية، أي هذه الجملة هل هي جملة فعلية أو اسمية. فأستطيع أن ألغي الجملة الظرفية ولا ألغي بالمقابل الجملة الشرطية. تقول: إن تدرس تنجح، فهذه جملة شرطية لأنها تبدأ بحرف شرط وفيها فعلان، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. فإذا قلت أنت إن تدرس تنجح بجزم الفعل تنجح، فماذا سيكون إعراب الجملة كاملة؟ أي أين خبر أنت الفعل الناسخ؟ أليست جملة الشرط كلها؟ يقول: بلى. وتقول: أكرمك إن زرتني، فجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، فماذا تعرب جملة إن زرتني ويتصل بها قولك سأعمل وإن لم أكن قادرا؟ أليست جملة وإن لم أكن قادرا حالية، أي حالية، فتمم بتأليف. إنها تتألف من أداة الشرط وجوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه، وهذا ليس من الجمل التي نصنعها، بل هي في الشعر المحتج به. قال ابن زيدون: وعد سواه القول واعلم بأنه متى لا يبن في اليوم يصرمك في الغد. أليست جمل متى لا يلين أو متى لا يبين مع جوابها في محل رفع خبر أن؟ هل اعتبرها ظرفية أم اسمية أم فعلية؟ فإذا قال أحدنا نعتبرها ظرفية لأنها تبدأ بالظرف متى، ولكن متى اسم شرط يدل على الظرفية. وماذا تقول في قول حاتم الطائي عندما قال: فنفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقي لك الدهر مكرما؟ أليست جملة إن تهن شرط وهي خبر إن هذه الشواهد عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة وغيرها كثير يدلل على أن هناك جملة شرطية، وليس القصد من هذا أن نثبت هذا بل لتوضيح المصطلح والإعراب. هذه الجملة التي يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بكلمة أسلوب وهي تغني عن هذا، فالأسلوب هو الفن كما جاء في تاج العروس، وسيكون الأسلوب هو المعتمد لأنه الأكثر تعبيرا. إن كثرة الأحكام في أسلوب الشرط واختلاف العلماء فيها جعلت الطالب يظن أن هذا الأسلوب من الأساليب الصعبة، وأنه بحث فيه من التعقيد ما يجعله غير قادر على فهمه واستيعابه، ومن ثم إعرابه، بدءا من حفظه أدوات الشرط بنوعيها الجازمة وغير الجازمة، ثم الفاء الرابطة لجواب الشرط متى تقترن وجوبا ومتى لا تقترن، ثم محل جواب الشرط من الإعراب، ثم
اجتماع الشرط والقسم وغيرها من الأحكام، علما بأن تحديدها سهل، يعتمد الدلائل الحسية التي تعين على فهم البحث وإعرابه. يضاف إلى هذا كله أن مفردات البحث توزعت في كتب الأقدمين في أماكن متفرقة تباعدت أحيانا، فكان ضم بعضها إلى بعض واحدا من تسهيل البحث وتقديمه واضحا، فكان أن جمعت مفرداته في كتب الأقدمين وتم ترتيبها ترتيبا معينا يعين على تسهيله وتقديمه على هذه الصورة المبوبة. عزيزي المشاهد، ربما كانت هذه الحلقة فيها شيء من يعني الصعوبة حتى في المتابعة، ولكن برضو واحدة من أهداف هذا البرنامج هو التعليم والتعلم، ابتداء مننا يعني نبدأ نتعلم. وفي مثل هكذا حلقات إن شاء الله بين فترة وأخرى سندخل إلى القواعد والنحو والبلاغة وكل أدوات يعني أساليب التعبير البلاغي والبياني، وكذلك في الإعراب وغيره. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وأرجو أن نكون قد أضفنا شيئا. وكما قلت لكم أيضا من حسن الطالع والحظ برضو أن نتذكر مثل هذه الأشياء المفيدة التي تفيد المشاهد الكريم وتقوم لسانه وتقوم برضو أساليب التعبير والبيان. اكتبوا لنا إذا كانت لديكم آراء، ونرجو كذلك أن إذا أردتم أن تتحدثوا في هذه القواعد وهذه اللغة وقوتها وبيانها وفصاحتها وبلاغتها، فنحن على أتم الاستعداد لاستقبالكم، ونتمنى إن شاء الله تتواصلوا معنا في الأساليب والعناوين التي تعرفون عن هذه القناة. في الختام سيداتي سادتي، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، كما أشكر باسمكم جميعا الطاقم الفني الذي يخرج هذه الحلقة وغيرها على الوجه الذي ترونه أمامكم. في الختام نتشرف بأن نختم هذه الحلقة بما نختم به دوما. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه لكم في قناة سلام الإعلامية المباركة، محدثكم أحمد شريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.